شكرا لزميلي مجدي رفاعي. الحقيقة بعد الفاصل اللي جاي لينا لقاء مهم جدا مع الأستاذ حسام الدين ناصف، المفكر السياسي والخبير الاقتصادي، هيكلمنا عن حاجات مهمة جدا. أرجوكم تابعوا هذا اللقاء. هنتكلم عن الأوهام الاقتصادية داخليا وخارجيا، وهل إحنا عندنا أوهام معينة أو illusions معينة ممكن إن إحنا بتسيطر علينا وفي الآخر نقول لا إحنا ما نقدرش. لا، في أدلة على الواقع على الأرض إن احنا نقدر. أرجوكم تابعوا هذا اللقاء، لقاء مهم جدا مع الأستاذ حسام الدين ناصف الخبير الاقتصادي بعد هذا الفاصل سريعا. اهلا بحضراتكم من جديد. معانا المفكر السياسي والخبير الاقتصادي الاستاذ حسام الدين ناصف. اهلا بحضرتك ومساء الخير. ولقائنا اتاخر كتير. لا ابدا. معلش. يمكن احنا النهارده في ايام جميله كلنا بنعيشها، وهي شهادات قناه السويس والاقبال الجماهيري على هذه الشهادات، وعايزين نحلل بجد هذا المشهد الرائع من الشعب المصري. الناس كانت كنا متوقعين إقبال بس مش هذا الإقبال. يعني تحليل حضرتك لهذا المشهد. اولا تحليل المشهد ده بينبع من الرؤية الاقتصادية اللي ابتدت تتغير في مفهوم المواطن المصري. فالعملية التنمية لها محاور معينة. اول محور في هذه المحاور الخمسة هو المشروعات بسواء التوسع فيها او الوقوف بجانبها وانتشارها. هي المشروعات ذات التمويل الذاتي او الداخلي، المشروعات القومية يعني. المشروعات القومية او المشروعات اللي بتتبناها الدولة. فابتدينا نخرج من الوهم الاقتصادي او اوهام الاقتصادية ان احنا لازم نعتمد على التمويل الخارجي او التمويل الاجنبي بالنسبة للمشروعات القومية. فابتدى المواطن يشوف ان في رؤية لهذا المشروع، ان في امل، ان في مستقبل له، انه شيء وطني، شيء شايفه وعارفه. فابتدينا نغير في هذا المفهوم طبقا لأول خطوة في المحاور الخمسة اللي احنا بنتكلم عليها، وهي التمويل الذاتي برؤية واضحة بالنسبة للمواطن وشفافة وفي نفس الوقت مستقبلية قريبة يقدر يتعامل معاها بمفهوم. وكمان أغريته بال 12% اللي هي أعلى عائد. لأن جمهور الناس اللي هي الناس اللي مش بتاخد ريسك عالي، الناس دي مش هتطلع فلوسها غير لما تبقى ضامنة إن في نسبة فايدة. أكيد هي هنا المخاطر لازم نبص لها بطريقة مختلفة. إن اللي راح اشترى الشهادة مش هو نفس النوعية اللي بتضارب في البورصة على سبيل المثال، ولا النوعية اللي ولا اللي بيتبرع. ده واحد أو اللي بيتبرع. إنما ده نقطة لازم نحطها في الاعتبار، إن جزء من اللي تمول بيه هذه السندات هي متاخدة من أوعية ادخارية أخرى. ولكن هي كانت نظرة وطنية، لأن الفرق في المبالغ الصغيرة بالنسبة للمواطنين ذات الادخار المتوسط أو القليل مش هتديله الفرق الكبير قوي ده. صح. إنما التوجه الإعلامي، وده لازم نشيد بيه بالنسبة لهذه المشروعات القومية، بيضيف البعد الوطني للدخول في هذه الساحة من التمويل
بالنسبة للمشروعات القومية. وبيعيد بقى الثقة ما بين المواطن وما بين الحكومة وما بين المواطن وجهازه الإعلامي. في لازم نفرق ما بين حاجات كتير. اولا في نوع من انواع الاعلام بيكرس للاقتصاد الاستهلاكي و الاقتصاد اللي احنا بنقول عليه في نوع من انواع الترف او البذخ. انما لازم الاعلام يبتدي ياخد منحى اخر ويبتدي يركز على المشروعات اللي بتهتم بيها الدولة وبتصب في مصلحتها الاقتصادية، ويبتدي يدعمها بدل ما يبتدي يحبط المواطنين. لأن احنا هنا بنتكلم على هدم رأس المال الاجتماعي، ورأس المال الاجتماعي ده مبني على حاجتين. أولا الثقة ما بين أفراد الشعب وبعضه، وما بين أفراد الشعب والحكومة اللي الأصول هم انتخبوها. وتاني حاجة التعاون ما بين الشعب والحكومة، والتعاون ما بين أفراد الشعب وبعضه. فإذا إحنا هنا لما بنساند المشروعات القومية إعلاميا وبنحاول إن إحنا نوجه الشعب إليها ونبين فوائدها، إحنا هنا بنبني رأس المال الاجتماعي اللي إحنا فقدنا أجزاء كبيرة منه في الفترات الماضية. نقدر نقول إن اتعملت خطة للتسويق المجتمعي لهذا المشروع كانت محكمة وصحيحة جدا. أكيد طبعا الخطة كانت ناجحة، إنما الاستعداد بعد 3 سنين من الثورة بتاعت 25 يناير لازم نقول إن أصبح هناك وعي سياسي ووعي وطني تربى لدى المواطن. أصبح المواطن مسيس بطريقة كبيرة جدا عن الأول، وأصبح عنده الرغبة في المشاركة. ففي حاجات كتيرة اتغيرت. الأول كان المواطن بعيد، كان سلبي تماما، كان سلبي لأنه هو شايف أنه هو خارج الساحة. إنما المواطن النهاردة أصبح عنده القدرة على التغيير، القدرة على المشاركة، القدرة على الفهم السياسي بحجم كبير عن الأول. ولازم نقول أن حصل طفرة في الوضع ده. فمن هنا ابتدى نظرته بمساعدة الإعلام أن هي تبقى إيجابية، لدرجة أن احنا وصلنا النهاردة أو تعدينا 19 مليار بالظبط. شايف حضرتك بقى الأوهام الداخلية غير التمويل؟ يعني في أوهام اقتصادية داخلية بتسيطر علينا غير التمويل. اكيد. الاوهام اللي عندنا ان احنا بنبص اكتر من قطاع على انه القطاع اللي احنا بنبص له على انه مشكله بيكون هو اساس الحل، زي الشباب على سبيل المثال. وفي قطاعات احنا بنعول عليها ولكن سلوكها في الاطار الاقتصادي بتكون مشكله اكتر منها حل. يعني لازم نبص ان احنا في الفترة او في عهد مبارك لما حجمنا يد الدولة عن المشروعات القومية والاقتصادية، كنا يعني بالعافية عمال ما الدولة توافق على انها تدخل في مجال زي صناعة الاسمنت. وكان دور الدولة هنا ضعيف جدا على التوجيه بتاع المؤشرات الاقتصادية. الاوهام دي ان الدوله وكان يقول لك ان كان في نمو اقتصادي واحنا ما كناش حاسين بيه، يعني المواطن ما كانش حاسس، زيرو. ما هو في فرق ما بين النمو الاقتصادي والتنميه الاقتصاديه. النمو الاقتصادي ده بيحدث من حجم الناتج الاجمالي الداخلي لمصر، الجي دي بي. اما التنميه فاحنا بنشوف فائض هذا النمو الاقتصادي وإعادة توزيعه لصالح الطبقات الفقيرة أو الأكثر فقرا أو الطبقات المتوسطة. وده لم يحدث، إنما اللي حدث إن اللي خد فايدة هذا النمو الاقتصادي بنقول عليه اقتصاد المحاسيب أو اقتصاد الشلة، وهم مجموعة صغيرة قوي من رجال الأعمال على اتصال بدوائر الحكم، فبهم اللي بيفوزوا بهذا النمو. إنما المواطن العادي ما بيحسش إن حصل اي نوع من انواع النمو. ده صحيح. فاحنا لازم نفرق وما يقنعناش الاقتصاديين بان اي نمو اقتصادي هيحصل هيكون في صالح الطبقات الفقيرة الا اذا حصلت عملية تنمية باعادة هذا الفائض الاقتصادي لصالح الطبقات
المتوسطة أو الفقير. طيب حضرتك كنت ذكرت ان الدولة ما كانش ليها سي او ما كانتش بتدخل في مصانع الاسمنت وبعض الصناعات الاخرى. هل ده في مثال. هل في رؤية مختلفة ان شاء الله ان الدولة تدخل في الصناعات الثقيلة بحيث ان يعني يبقى ليها يد عليا؟ الدولة برضو هتلعب دور المنظم هنا، وهتكون هي اللي بتدفع الاستثمارات الداخلية نحو المشروعات القومية اللي هي لها أولوية اقتصادية من وجهة نظرها. فإحنا مش عايزين نسيب السوق بفكر بعض رجال الأعمال أو بعض المستثمرين أو المؤسسات المالية الدولية اللي هو السوق المفتوح او السوق الحر. لان قبل ما نقول ان في كتاب او يعني المرجعيه بتاعه المؤسسات الدوليه اللي زي واحد زي ادم سميث مثلا اللي هو طلع كتاب ثروه الامم في 1776، لا كان عمل قبل كده كتاب ما حدش يعرفه اسمه نظريه المشاعر الاخلاقيه، وده سنه 1759. فاللي احنا عايزين نقوله ان الثوابت بتاعة الدولة بالنسبة للأخلاقيات، بالنسبة لمحددات السوق، بالنسبة للتوجه العام لصالح الطبقات الفقيرة، دي مسؤولية الدولة أولا وأخيرا. ولازم تكون هيبة الدولة هي المتواجدة. أنا مش عايز أنشئ الحرافيش الجدد إن أنا ابتدي من اللي استولى على اراضي زراعيه او خالف البناء ان انا اطلعه ويبقى من رجال الاعمال بحجه السوق الحر او التوجهات الاعلاميه اللي بتحرض على الاستهلاك او الاخلاقيات الاقتصاديه غير مقبوله وان انا اسيبها. لا، لازم يبقى فيه هناك من المواثيق ما يحدد اولويات الدوله بالنسبه للاخلاقيات السوق. إذا الدولة المفروض إنها تسترد دورها الريادي لتنظيم بقى الاقتصاديات دي كلها، لأن السوق مفتوح دلوقتي. أكيد إحنا مش عايزين نسيب زي ما بقول لحضرتك اليد الخفية أو دعه ده عمل ودعه يمر، إن السوق كده تبقى متسابة مفتوحة. لا، لازم يكون لها ضوابط، وأي شيء لابد إن هو يكون في إطار المصلحة العليا للاقتصاد القومي المصري العائد على الجماهير والشعب، وليس العائد على بعض أصحاب رؤوس الأموال. طيب بما ان حضرتك ذكرت اصحاب رؤوس الاموال، خلينا نتكلم عن رجال الاعمال. ورجال الاعمال دورهم عليه علامات استفهام كتيره. يمكن احنا الناس عموما شايفه ان رجال الاعمال مش بتساند قوي الدوله، بتساند مصالحهم، كل واحد بيساند مصلحته الخاصه. مش عيب ان هو يساند مصلحته الخاصه، انما العيب ان هو يكون خارج اطار منفعه الدوله. يعني اول ما رجال الاعمال بيحسوا ان في تغيرات اقتصاديه ما بتصبش في زياده ارباحهم، زي مثلا زياده اسعار الكهرباء المدعمه بالنسبه للمصانع او الغاز، بتبص تلاقي الاعلانات والاستغاثات في وسائل الاعلام ان هيشردوا كذا الف اسره وان العمال عندهم مش هيلاقوا شغل. انما نفس المصنع ده او نفس اصحاب راس المال دول، تعالي راجعي هم عليهم قد ايه للضرايب. الدوله ما خدتش حقها منهم، هتلاقيها ملايين وممكن توصل مليارات. هنشوف قد ايه هم قدموا للعمال في عمليه التنميه البشريه، قد ايه قدموا لهم خدمات بالنسبه او مساعدات بالنسبه لتعليم اولادهم او للمساكن او لجعل حياتهم افضل. يعني المهمه الاساسيه بالنسبه لتدخل الدوله ده هو تحسين الاحوال المعيشيه للشعب، حتى لو كان بيشتغل في القطاع الخاص. يعني هل انت اديته زي ما هو اداك مجهود ووقت وكل يعني بيشتغل طبعا اكتر من القطاع العام او العاملين بالحكومه؟ مش عملية الاجر العادل فقط لا غير، ولكن لازم نبص الى الاطار العام للتشغيل بتاع العمال. هل هناك في آليات للقياس والسيطرة على الاداء بالنسبة للعمال بحيث ان انا اديهم فعلا الحجم المناسب والعادل من العملية الإنتاجية وعوائدها ولا لا؟ وهل ده بيوصل لهم ولا لا؟ هل الدولة بتتحصل على حقها بالكامل ولا لا؟ هل هناك مغالاة في الأرباح
اللي بتضاف الى اسعار السلع، انت بتصدر بالاسعار العالميه وبتنزل الاسواق باسعار الداخليه باسعار مرتفعه. طب هوامش الربح دي كلها، هل جزء منها راح للعمال؟ هل جزء منها راح للدوله اللي هي مدعمه لك مدخلات المواد الاوليه اللي انت بتستخدمها؟ هنا لابد ان يكون في نظره مختلفة للوضع الاقتصادي في مصر بطريقة أكثر شمولية وأكثر دقة، ونبعد عن اللي كان بيحصل في عهد حسني مبارك من يعني اختلاط المسميات والضحك على الشعب والآمال الزائفة زي لما شفناها في مشروع توشكا أو ترعة السلام، أو احنا ما شفناش مشروع على بعضه حقق طفرة في الحياة الاقتصادية أو الاجتماعية في مصر في عزل العهد. طيب أستاذ حسام، عشان ما نكونش بنتكلم عن القطاع الخاص بس أو بنتكلم عن رجال الأعمال، في عندي قطاع الدولة بكل اللي فيه من فساد، بكل اللي فيه من ناس يعني في ناس بتشتغل، في ناس ما بتشتغلش، في ناس قاعدة أنا كده كده هاخد مرتبي، أنا كده كده يعني هنا بقى هتحكم المنظومة. الدولة برضو لازم تحكم المنظومة، إذا كانت هتبص هنا يبقى تبص هنا. نبتدي نقول برضو ان اختيار القيادات في الحكومة قبل كده كانت بناء على مدى الولاء للحكومة او للاشخاص اللي موجودين في الحكومة من الراس لحد الديل. الموضوع ده لابد يختلف، لابد ان احنا ندور على الكفاءات وليس على الولاءات. تاني حاجة، لازم يكون هناك منظومة لإدارة الدولة، في نظام لإدارة الدولة يقدر يوصل لي نوع من القياس للأداء والسيطرة عليه، بحيث ان انا اقدر اعرف كل واحد، سواء انا كنت بشتغل بطريقة لا مركزية، انما الرقابة ممكن تكون مركزية. ومنظومة إدارة نظام الحكم او اداره الدوله دي موجوده، ما هياش وهم، انما عايزينها تتطبق، عايزينها ان يبقى في فكر لهذه المنظومه. انما حاليا ليس هناك منظومه، بل بالعكس احنا بنحاول ننكر المشكله حتى لا نطالب بحلها. فين وزاره التنميه الاداريه؟ ما عندنا، اتلغت. طب فين وزارة الاقتصاد واحنا عندنا عمالين بنتكلم على مشاكلنا الاقتصادية؟ برضو اتلغت وتفرق دمها بين القبائل. اذا ان احنا لو عايزين نحل مشكلة لابد ان احنا نواجهها، ولابد ان احنا نحط حلول واقعية وحلول تتماشى مع الطبيعة المصرية وليست مستوردة من الخارج. لان الاعتماد على المؤسسات المالية الدولية بتؤدي إلى حاجتين: التبعية الاقتصادية وتكريس الفقر، لأن الغطاء أو المؤسسات اللي هي بتحاول تخفف من حدة التقلبات الاقتصادية بالنسبة للطبقات الفقيرة بتكون ضعيفة، فهم بيبقوا أكتر ناس عرضة للتأثير من هذه القرارات. طب هل في رؤية واضحة؟ يعني أنا شايف هعمل كده كمان 5-6 سنين، يعني الرؤية دي واضحة قدامي ولا الرؤية دي لسه هيزي كده باهتة شوية؟ بصي، احنا بنتكلم على مشروعات حصلت أو اتقالت. أما الرؤية المستقبلية هو محدش قال لنا حاجة لحد دلوقتي. احنا ما نعرفش يعني ايه اللي هيحصل السنة الجاية، ايه اللي هيحصل كمان 3 أشهر. احنا شايفين مجموعة من المشروعات بيتقال عنها، انما نقدر نقول الحزمة بتاعة المشروعات اللي تؤدي الى رؤية واضحة بالنسبة للشعب وبالنسبة للمفكرين، اقدر ان انا اقول لحضرتك احنا رايحين فين. انما حتى الان لم يعلن عنها، ده اذا كانت موجودة اصلا. يعني انا ما اعرفش، اكيد طبعا هو في محاولات لوضع رؤية معينة او تصور واليات تنفيذ هذا التصور. انا مش هحط رؤية وما يبقاش عندي الاليات ان انا اوصل له ازاي. بس اعتقد ان يعني الخطوة الجاية هو الاعلان عن هذه الرؤية علشان كلنا نتكاتف ونقف جنبها لو احنا امنا بيها وشفناها ان هي في مصلحة الدولة. طيب، بما اننا لسه بنتكلم عن الدولة وهيمنة الدولة، في كلمة يمكن بتضايق الناس او بقت كلمة بتثير الناس، وهي الهيكلة.
هل الهيكلة حاجة سيئة؟ هل الهيكلة مثلا دي حاجة مش كويسة؟ لما يجي يقولك أنا ههيكل، هل هتهيكل العاملين وتمشي العاملين، ولا هتيجي لما تيجي تهيكل بقى هتعيد النظام الإداري وتظبط الإدارة؟ يعني كخبير اقتصادي يعني أنا بسأل حضرتك. بصي، الحتة دي النوايا تظهرها النتائج، حتى لو كان الفعل واحد. يعني قبل ما اخش في النقطة الاقتصادية دي، ان هل النوايا ان انا اوصل للسلطة زي ما حصل مع الاخوان وبعد كده خلاص هي دي كانت نيتهم، مش نيت او نيتهم ان هم يخدموا الجماعة ما يخدموش الدولة. فانا هنا لما اجي اتكلم على الهيكلة، انا نيتي اعمل ايه بالهيكلة دي؟ لان الهيكلة ده اطار كبير وواسع وعام. فهل الهيكلة هتكون لصالح الطبقات الفقيرة؟ هل الهيكلة هتكون في صالح الدولة؟ ولا هيحصل زي ما حصل ان انا ابيع القطاع العام وما عرفناش ايه اللي حصل بالفلوس بتاعت بيع القطاع العام؟ يعني النظام حسني مبارك سابنا وعلينا ديون تريليون وحوالي 80 مليار، وشركات كانت في منتهى الأهمية واتباعت زي شركة المراجل البخارية وحاجات كتيرة تانية. طبعا، وشركه المسبوكات، وهنقدر ويعني نقدر نقول حاجات واجزاء من شركه التليفونات وعمر افندي طبعا ومتاجر كتير. انما اللي عايزين نقوله ان هنا الهيكله لابد ان محدداتها تبقى ظاهره للعلن. ان المحددات بتاعت الهيكله دي والنتائج بتاعتها لازم تبقى واضحه وصريحه ومتوافق عليها وليها قبول شعبي، ان هو حاسس ان اعاده الهيكله دي لا تكرس زي ما حصل من البنك الدولي في منتصف التسعينات وصندوق النقد الدولي لما تبنوا اعاده الهيكله، وهي ليها مسميات كتير: الاصلاح الاقتصادي واصلاح الخلل بين الهياكل الاقتصاديه. انما في الاول وفي الاخر ادت الى حاجتين: ان الاقتصاد المصري اصبح اقتصاد تابع للغرب وربطنا عملتنا بالدولار، وتاني حاجة ان الفقراء ازدادوا فقرا واصبح هناك اقتصاد موازي. فالاقتصاد الموازي ده في فترة من الفترات بيوصل من 40 الى 60%، كل ده خارج اطار المنظومة الاقتصادية للدولة، فهدر غير طبيعي للموارد. وبعدين احنا عندنا خبرات سابقة من النظام السابق والأسبق يعني كمان خاص بموضوع الهيكلة، زي ما حضرتك اتكلمت عن الشركات، ان ممكن واحد يعني اولا بيزيد نسبة البطالة، ممكن واحد يكون عنده 40 سنة ويطلع معاش. انا بخلق ناس كتيرة جدا يعني قعدت في بيوتها. هنا برضو ان انا لازم في اعادة الهيكلة ابقى باصص على البعد الاجتماعي، ابقى باصص على اعادة التأهيل، ابقى باصص على نسب الشباب اللي غايبة حتى الان عن الواقع الاقتصادي. يمكن ان احنا سمعنا عن شباب هيشتغل في مشروع قناة السويس. انما هل الشباب هيشتغل كعمال ولا كقيادات ولا هم رأس الحربة في المشروع؟ المواضيع دي لازم توضح، لازم الشباب يبقى عنده أمل. يعني الشباب عايز من يملك براءتهم وحماسهم وعنده من الخبرة ان هو يحد من اندفاعاتهم او نقدر نقول حماقتهم يعني، ولكن في الاول وفي الاخر هو حماس زياده بالظبط كده. انما في الاول وفي الاخر لازم اديله جزء من طموحاته العاليه جدا والتي لن يتنازل عنها الشباب. خلي بالك ان الشباب اتغير، ما بقاش الشباب المستقيم بتاع زمان، لا الشباب قادر على التغيير. والشباب اذا ما وصلش لطموحاته وقدرنا نقدم له السبل الى هذه الطموحات، فطبعا ده هيبقى رد فعله مختلف تماما عن اللي بيحصل دلوقتي. طيب، مليون فرصة عمل المفروض ان مشروع قناة السويس هيقدمها للشباب. ايه المطلوب من الشاب؟ ان هو يطور نفسه، ان هو يهيئ نفسه لسوق العمل. يعني مطلوب منهم حاجات كتيرة، مطلوب منه ان هو يسعى بقى ويبتدي يطلع للمجتمعات الجديدة. والله بصي، احنا ما شفناش ان الطلب حاجة من الشباب والشباب اتأخر. يعني خلينا واقعيين، بس يبقى الموضوع جدي بالزبط. ما يبقاش الموضوع زائف، لان الشباب اول من هيكتشف ان هذا الموضوع زائف. فانا لا احمل الشباب ان هو ما تقدمش، لان ما كانش فيه فرص حقيقية لتحقيق طموحاته
واحلامه. بل بالعكس انا شايف ان الشباب والبطاله اللي هم بيتكلموا عليها، وان احنا عندنا 15 مليون شاب، ده اكبر جزء من حل المشكله وليست جزء من المشكله. ان هذا الشباب لو قدر كل واحد يحط طموحاته ان هو خلال 10 سنين ممكن يحصل او يحصل فائض نص مليون جنيه، تأكد ان هو هيصرفهم داخل مصر. مش هيبقى زي صاحب راس المال اللي عنده 500 مليون وعايزهم يبقى مليار علشان يكبر استثماراته في الخارج ويدي حق الشريك الأجنبي. إنما لا، الشاب طموحاته سواء المهنية أو الاجتماعية أو السياسية أو المالية كلها هتصب في الأول وفي الآخر في مصلحة هذا البلد وداخل هذا البلد. يعني احنا محتاجين زي مشروع قومي للشباب، ان هو لا، في مليون فرصة عمل هنا، اهل نفسك لكذا وكذا وكذا، وهيتوجه الشباب ومش هيسكت. بس احنا محتاجين عملية تسويق مجتمعي صح لفرص العمل اللي موجودة. اولا لازم تعذريني في انحيازي للشباب، لان الشباب انا يعني شايفه من 25 يناير وحتى الان هو المحرك الاساسي لجميع المقدرات داخل الدولة المصرية. فاللي حضرتك بتتكلمي عليه ان يبقى في مشروع واحد للشباب، لا، انا شايف ان يعني ودي من ضمن المحاور الخمسة، ان انا يبقى عندي مشروعات على المستوى الاقليمي. ان انا ما عنديش مشروع واحد، لا، عندي مشروع في كذا مشروع. في مثلا شرق الدلتا زي مشروع قناة السويس، شمال الدلتا، جنوب الساحل الشمالي، تنمية الساحل الشمالي ومحافظة العلمين، عندي الصحراء الغربية، عندي الصعيد. لازم تبقى حزمة المشروعات دي، والشباب نقدر نديله التأهيل او نقدر نساعده بان هو يأهل نفسه لكل مشروع على حسب طبيعته. وكل واحد من الشباب يشوف طموحاته في هذا المشروع فيقوم يقبل عليه ويبتدي يكتسب من المهارات المهنية وكذلك المهارات الأخلاقية، ان هو يساهم في هذا المشروع، ويساهم فيه زي ما بنقول بالبلدي كده بقلب. يعني ان هو يدي اكتر ما هو متوقع منه، ومن هنا ممكن تحصل ما يسمى بالمعجزات او الطفرات الاقتصادية لو احنا عايزين. والطفرات دي لازم تكون مصاحبة لطفرات اخرى اجتماعية واخلاقية وسياسية. طيب، الطبقات الفقيرة وتأثير الإصلاحات الاقتصادية على الطبقات الفقيرة، هل فعلا المواطن اللي تعبان قوي إن شاء الله ممكن وضعه يتحسن في إطار اللي احنا بنتكلم عليه؟ لو في نية صادقة من الدولة لإعادة توزيع الفائض الاقتصادي لصالح هذه الطبقات، وابتدينا إن احنا نعمل لهم مشروعات تحسن من أحوالهم المعيشية، ودي المهمة الأساسية اللي جت الحكومة علشان تحققها، أعتقد إن هي حياتهم هتختلف. إنما لو فضلت الحكومة تبص لهذه الطبقة المهمشة على إنها من أواخر أولوياتها وعبء، كما إنها عبء، مع إن أنا عايز أقول إن هذه الطبقات هي أكبر جزء من الحل، سواء الشباب أو الطبقات الفقيرة أو الأكثر فقر. هم دول اللي بيبنوا الاقتصاد، مش أصحاب الياقات البيضاء. هم دول المحرك الأساسي. بصي حضرتك، إن إحنا عندنا هرم، الهرم ده لابد إن يكون له وسط وقاعدة. لو عندك اختفت القاعدة وأصبحت متآكلة واختفت الطبقة المتوسطة، إذن الهرم ده هينهار، ولابد من انهياره سواء قريبا أو في المدى المتوسط. وده يمكن كانت أحد تداعيات اللي حصلت لنظام مبارك بعد ثورة 25 يناير، إن هو همش هذه الطبقات، والطبقة المتوسطة أصبحت طبقة فقيرة، وأصبحت الطبقات الفقيرة أكثر فقرا، فتأكلت القاعدة واختفت الطبقة الوسطى من الهرم
الاجتماعي والاقتصادي في مصر، فبالتالي انهار هذا الهرم. فلو احنا فكرنا بنفس الطريقة وبنفس الأساليب هنوصل لنفس النتيجة وإن كانت بطرق مختلفة. فلابد ان احنا ننتبه ان يكون عندنا فكر مختلف عن الفكر العقيم اللي احنا عايشين بيه دلوقتي اكتر من 30 سنة، وتتغير الوجوه اللي على الساحة اللي عمالة بتطلع علينا 30 سنة وبتغير ألوانها وجلودها مع كل نظام يجي ويحكم مصر، لأنها بتعمل إحباط. تعمل احباط لدى الجمهور. انما انا حاسس ان هي يعني حتى الان ما اتخذ خطوات جديه ان يعرف ان دول اعداء الشعب، اعداء المجتمع. ان هذا المتلونين لابد ان هم يزاحوا كفاية من الحياه السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه في مصر عشان نقدر نعمل تنميه حقيقيه. انما طول ما هم قاعدين بيظهروا وهم اللي بيوجهوا جزء كبير من الإعلام الخاص، أو إن هم لهم تأثير على الحكومة بطريقة أو بأخرى، إعلاميا أو ماديا أو ضغط، حتى في عمليات التمويل للمشروعات القومية، فلابد إن احنا نفكر بطريقة مختلفة ونبتدي نتصرف تصرفات تتسق مع القانون والشرعية صحيح، إنما في إطار المصلحة العليا للبلاد. هايل. طيب عايزة اتكلم برضو عن الأوهام الاقتصادية الخارجية. ايه الأوهام اللي بتسيطر علينا خارجيا؟ الأوهام اللي كانت بتسيطر علينا خارجيا وابتدينا نتحرر منها هي وجود حاجتين: مؤسسات دولية مالية هي اللي بتضع لنا الخطط بتاع الهيكلة، واحنا بنروح نادي باريس وبنحاول ان احنا نقلل الديون اللي عندنا، وبنضطر ان احنا نقبل جزء كبير من الاشتراطات اللي كانت بتضعها هذه المؤسسات، سواء كان البنك الدولي او صندوق النقد الدولي. هم مؤسسات دي لازم ان احنا يكون عندنا نوع من فن التفاوض. هم مش الشيطان بكامله، ولكن ضعفنا يخليه ياخد كل اللي هو عايزه، وفي نفس الوقت الضعف اللي عندنا احنا بنكرسه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا بنضع نفسنا في مواطن الضعف نتيجة للتفكير بتاع الأوهام الاقتصادية، ان احنا لازم التمويل الأجنبي، ان احنا ما نقدرش ان احنا زي ما بنقول كده بطريقة شعبية شوية أو بلد شوية، إن إحنا ناكل من بين إيدينا، إن إحنا قادرين على تنفيذ اللي إحنا عايزينه بمواردنا بإمكانياتنا، فبنضطر للاستدانة من المؤسسات المالية الخارجية أو الدولية، وبنضطر إن إحنا نسمع كلامهم في عملية الإصلاح، وبنيجي نحط عليه نوع من الدهانات تقدري تقولي عليه أو المكياج، ونيجي نقول إن ده صنع في مصر رغم إن هو مش مصري اطلاقا. طيب ما هو بيفرض عليك شروط ويجي يقول لك لا اصل انت علشان تاخد المبلغ الفلاني هتعمل كذا وهتهيكل وهتعمل كذا وهكذا. الحاجات دي في حد ذاتها بتضر بالمواطن، يعني هي ما بتبقاش نافعه معانا بس مع ذلك بنقبلها. يعني هنا السؤال بقى هل المواطن هو اللي حط نفسه في هذا الوضع ولا الدولة هي اللي حطت نفسها وبتيجي في الآخر على المواطن؟ ما هي بتيجي في الآخر على المواطن. عظيم. يبقى الخطأ خطأ الدولة. احنا ليه مش عايزين نعترف ان هذا النظام كان فاسد؟ 30 سنة من الفساد. معترفين. امال اللي حصل ده ايه؟ النهارده انا ابتديت ان انا ما اطلبش قروض من البنك الدولي ولا صندوق النقد، ولا اصبح ان قروض من صندوق النقد او البنك الدولي له اولويه. اصبحت السندات والاعتماد على الذات هو الاولويه للمشروعات. اذا ان انا ابتديت اتحرر من هذه الاوهام الاقتصاديه اللي احنا ما كناش قادرين نتحرر منها. وتحرر القرار الاقتصادي هيحررني سياسيا. ده اكيد جزء كبير منه هيحررني سياسيا، انما الوضع السياسي في المنطقه يختلف عن الوضع الاقتصادي الى حد كبير. انما اللي عايزين نقوله ان انا كمان مش عايز التبعيه الاقتصاديه. ان انا طول ما انا بعتمد على المؤسسات الخارجيه والمعونات الخارجيه، اذا انا اقتصادي هيصبح اقتصاد تابع وليس اقتصاد ناشئ قوي يقدر يعتمد على نفسه. احنا عايزين تملي اللي يسندنا. احنا عندنا عبء الديون وصل لنسبة كبيرة من الدخل القومي. اذا ازاي انا هقدر اتحرر من واخد قرارات اقتصادية حرة وانا باخد يعني اكتر من
يعني نسبة نقدر نقول 40 أو 50%، إن أنا عبء الديون اللي عليا فيها لمصر. إذا هنا القرار عمره ما هيكون حر. امم إذا إن أنا لازم أقلل من الاعتماد على الخارج علشان التبعية الاقتصادية، وعلشان كمان أجنب الطبقات الفقيرة الهزات الاقتصادية اللي حضرتك كنت بتتكلمي عليها، اللي هي في الآخر بتلف وتدور وتقع عليه على المواطن ذات نفسه. فأنا كده يبقى أنا لما بسمع كلام هذه المؤسسات بكرس الفقر للطبقات الفقيرة أصلا اللي هي مش مستحملاها. وهل ما اقدرش يعني، هل ممكن ان احنا يعني ما نقترضش يعني ما نقترضش من البنك الدولي، نقول له لا احنا مش عايزين، هيقول لك طب ما سدد بس اللي عليك، طب هات بقى، طب هيعمل لك جدولة عقيمة بقى تانية. لازم يبقى عندنا رؤية لكيفية السداد والاعتماد على النفس. الرؤية دي ما كانتش موجودة، وحتى لو هي معروفة كانت بتحارب. كان أسهل ما علينا إن احنا نسافر ونتفاوض مع المؤسسات ومع الدول المانحة ومع كل واحد قدم مساهماته للاقتصاد المصري. أما الآن فلازم يبقى عندنا رؤية كيفية الاعتماد على النفس وتقليل الاعتماد على الخارج. لو أنا خدت المنحة ده هلاقي مخارج كتيرة جدا من الورطة اللي أنا قاعد فيها، بس الأول والآخر هي إرادة سياسية. أستاذ حسام، إيه الكلمة الأخيرة اللي حضرتك تحب تختم بيها هذا اللقاء؟ أولا أحب أخدم اللقاء بحاجة مهمة جدا، إن إحنا لابد من تعظيم دور الشباب، ولابد من زيادة دور الدولة في ضبط الإيقاع الاقتصادي للبلد، وإن أنا لازم أنظر نظرة مختلفة للأمور علشان أحقق طفرات أو قفزات اقتصادية واجتماعية وسياسية، وإن أنا ممشيش على نفس النهج اللي مشينا عليه ال30 سنة اللي فاتوا، لأن احنا شفنا أثرها إيه. أولا ديون متراكمة رغم كل المنح اللي احنا خدناها. أمريكا مديانا أكتر من 100 مليار في ال30 سنة، والدول العربية مديانا نص المبلغ ده، وبيع القطاع العام مديانا أكتر. ومع ذلك ورغم ده كله، ورغم إن اتعافينا من نصف الديون اللي علينا في بعد حرب الخليج الأولى، إلا أننا بعد 30 سنة وصلنا لتريليون و80 مليار ديون، وما احناش عارفين حتى الفلوس اللي خدناها دي كلها اتصرفت في ايه. هل لو احنا النهارده حاسبنا النظام السابق على المديونات دي كلها، على الديون دي كلها، والفلوس دي راحت فين، اعتقد ان محدش حاسب. فلازم نفكر بطريقه مختلفه عشان نوصل لنتائج مختلفه. وانا حاسس ان خلال من يعني 3 سنين هتتغير صوره مصر بطريقه كبيره قوي، لو احنا احسننا النوايا واحسننا الفعل واحسننا الاختيار. واحسن الاختيار دي مهمه جدا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ حسام الدين ناصف، المفكر السياسي والخبير الاقتصادي. شرفتنا ونورتنا، وان شاء الله باذن الله مصر بخير ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك. مشاهدينا، دي كانت حلقتنا النهارده من اسكندريه مباشر. تحياتي وتحيات اسره البرنامج، يوسف شعبان، حازم مغازي، ولمياء حسين. شكرا والى اللقاء، وتحيا مصر.